بل بدأوا ينشرونه في الآفاق وفي كل البلدان الإسلامية. ولم ينجو هذا البلد من بعض سفهائهم وحمقائهم وضلالهم، حتى قال بعض سفهائهم ويسمى الصادق الإسلامية في بعض القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة والحرة وليست الرسمية، وفي صدد مناظرة أحد المناظرين من أهل السنة والجماعة قال طاعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال رجل فلان، وذكر الرئيس قال رجل الصديقة أفضل من وجه وعمله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يظهرون ويبينون العلم والحب الكثير لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهم لم يتمكنوا بعد، ولو تمكنوا لقال مباشرة رجلي خير من وجه أبي بكر ومن وجه عمر وعثمان وطلحة والزبير. مذهب الشيعة صار فرض عين على كل مقتدر على ذلك من المسلمين، وذلك لأن خطرهم أصبح علينا شديدا. الذين عرفوا والذين سمعوا أن في هذا الأسبوع محاضرات تبين خطر الشيعة وتنبه الغافلين وتذكر الناسين وتعلم الجاهلين ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه لقاء هذا الخطر وهذا الشرر المستطير. يا ريت لو تحدثنا عن تاريخ محاولات التمدد الشيعي عقائديا واقتصاديا وسياسيا في العراق. والله في العراق هو قديما حقيقة، وإلا كان التشيع طبيعي، رغم أنه هو قبل 50-60 سنة كان أخف من قبل 20 أو 25 سنة، وكذلك قبل 70 أو 80 سنة كان أكثر، خاصة في الجنوب. جنوب العراق كانت عشائر كبيرة جدا هي على مذهبها وعلى دينها، إلى أنه انجرفت بعض هذه القبائل وأصبح الشيعية أو شبه شيعية بحت. يعود ملف التشيع إلى الواجهة من جديد في الجزائر في ظل حملات إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحذر من تغلغل هذا المذهب في أوساط المجتمع الجزائري. من هي الجهة التي تقف وراء مخطط نشر التشيع في الجزائر ولأي الأغراض والأهداف؟ من يتحمل مسؤولية الفراغ الديني والثقافي في الجزائر؟ مشاهدينا نشاهد التقرير حول هذا الموضوع ثم نعود. في الجزائر وتاريخيا أقام الشيعة دولة لهم فيما كانت تسمى بالدولة الفاطمية، وزاحموا العباسيين في الخلافة، وهو ما جعل كثيرين يفسرون كلام مقتدى الصدر في وقت سابق عن وجوب ممارسة الطقوس الشيعة في الجزائر جهرا ما هو إلا حنين للماضي ومحاولة إحيائه من جديد، كما أن حديث وزير الشؤون الدينية محمد عيسى عن خطر التيارات والمذاهب الدخيلة يحملنا للتساؤل عن مدى قابلية أبناء الجزائر لاعتناق هذه المذاهب، وهل هناك مخططات مضادة من السلطات لمجابهة هذه الأفكار؟ وهل هناك خطر على أمننا الفكري والديني من هذا الغزو؟ أكثر من ذلك، هل نحن جديرون بمرجعية دينية وفكرية وثقافية تتلائم مع عناصر هويتنا؟ فهذه الفرقة فرقة انتشر مذهبها وانتشرت أقوالها وانتشر معتقدها، وما ذاك إلا لما تكاسل أهل السنة بدورهم في نشر الحق، لما تخاذل بعض الناس في بعض البلدان من حكام وطبوا للبدعة وأهلها
وارتفعت عقيرة المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة، وعاش الناس فسادا في المعتقدات، إذا بهذه الفرق تخرج وترفع عقيرتها، ألا وهي هذه الفرقة فرقة الشيعة، وأصلها فرقة الرافضة. هم كانوا بيتوغلوا في المجتمع ان هم ان هم يخلوا يشيعوا اكبر عدد ممكن، يشيعوا اكبر عدد ممكن من الناس في بعض الفئات المختلفه. يعني مثلا انا راجل كنت حكم ساعتها ومدرب ومش عارف ايه، وفي المجال الرياضي وفي التلفزيون، فايه اتشيع. هم بيختاروا ناس معينه في فلوس طبعا، وبعد كده انا ما شفتش والله ما اعرفش لكن هو المساله المجتمع ده موجود من زمان. وبعدين انا تاكدت بقى ان هم شيعه فعلا لما شفت الحجر اللي هو بيسجدوا عليه ده في بيوتهم، الشقفه كده واحده بواحده. الشقفه انت قلت عكاش وانا قلت القش. كده عكاش. الشقفه دي شفتها في بيوتهم، وللاسف الشديد ان هم يعني لا اعتقد لم اراهم يعني ملتزمين خالص يعني. لكن الحمد لله ان ربنا نجاك من الموضوع. انا ما كنتش فاهم قوي يعني. انا بدات التزم دينيا سنه 99 او 98 تقريبا، انما قبل الفتره دي كنت بقعد معاهم مش فاهم هم بيعملوا ايه. اول ما بدات التزم دينيا وبدات اشوف بقى واقرا واسمع، بدات افهم ايه اللي بيحصل، وبدات افهم لما حسن شحاته ده اعلن تشيعه رسميا ايه اللي بيحصل في البلد بتتعرض لمد. بدت مدينة شريعة هادئة في هذا اليوم الرمضاني الحار، لكن وما إن دخلنا القرية الحدودية مع تونس وتحدثنا مع سكانها حتى انفجروا غضبا واحتجاجا على ما أسموه صمت السلطات على حركة التشيع أو الظاهرة التي غزت عقيدة الآباء ومرجعية السلف والأجداد. ففي هذا البيت مثلا يلتقي المتشيعون الجدد لممارسة طقوسهم وتنفيذ أفكارهم، وأغلبهم يمتهنون التعليم في مدارس القرية بحسب شهادات السكان. منتشرين انتشار رهيب، وأصبحوا ينشطون وأصبحت لهم أوتار يقومون بطقوسهم يعني لتختلف على أهل السنة والجماعة. المساجد يعني لا عندهم أماكن خاصة، أماكن في السيارات في الدواوير. منتشرين انتشار رهيب، وأصبحوا ينشطون وأصبحت لهم أوتار يقومون بطقوسهم يعني لتختلف على أهل السنة والجماعة. المساجد يعني لا عندهم أماكن خاصة، أماكن في السيارات في الدواوير. استوقفتنا الشرطة فجأة وطلبت منا وقف التصوير. حباس ما تقولش كاميرا. طلب منا مغادرة المكان على الفور دون ما سبب، على الرغم من اعتراف وتحذيرات وزارة الشؤون الدينية من ظاهرة التشيع في مدن شرق البلاد على غرار ولاية تبسة الحدودية. طبعا لا يخفى الآن المد الشيعي المنتشر في افريقيا، في بالذات شرق افريقيا، في كينيا وتنزانيا واوغندا، كذلك الصومال وغيرها من البلدان في الجزء الشرقي من افريقيا. قدمنا في القسم الأول وقبل نهايته بعض الفيديوهات حول ظاهرة التشيع في الجزائر الحبيبة. الآن تواصلوا معنا عبر الهواتف التي تستدينون على الشاشة تباعا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. عندي من ضمن الأخبار حول التشيع في الجزائر. طبعا احنا الحلقة غدا إن شاء الله كلها تبقى عن التشيع في الجزائر ومدتها ساعة بإذن الله، لأن حلقة الأحد من سدس صفة ساعة. عاد الجدل مرة أخرى حول مسألة التشيع في الجزائر، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو قيل إنه سجل من أحد مساجد مدينة وهران لمجموعة من المتشيعين وهم يؤدون طقوس المذهب الشيعي ويرددون التأمين والصلاة على آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرفوقة باللطم بالأيدي على الصدر بصفة جماعية. وزيرة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية نفت مرارا وتكرارا وجود تشيع في الجزائر. من يمارس طقوس الشيعة في بلادنا هم لاجئون سوريون. غير أن العديد من الأئمة والمتابعين المذهب الشيعي بالجزائر ناقضوا كلام المؤسسات الرسمية وأكدوا أن التشيع في الجزائر بدأ يأخذ أبعادا مخيفة. طيب علي السعودية، السلام عليكم. طيب يبقى وزيرة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية نفت أن يكون في تشيع في الجزائر الجزائري أصلا إلا سوريين عراقيين كده.
وطبعا احنا عارفين ان العراقيين والسوريين واللبنانيين اشتغلوا مدرسين في الجزائر في السبعينيات بعد تحرير الجزائر في الستينيات. فترة السبعينيات كان في مدرسين عرب بيروحوا برضه، ربما البؤر دي عملت شغل يعني. غير ان العديد من الائمه والمتابعين المذهب الشيعي بالجزائر نقدوا كلام المؤسسات الرسميه واكدوا ان التشيع في الجزائر بدا ياخذ ابعادا مخيفه. طيب ناخد عبد الرزاق الجزائري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. اخ صابر. اتفضل. اخ صابر، شوف نحن في الجزائر لا ننكر وجود المذهب الشيعي. النظام في الجزائر يدس راسه كالنعامه. ولا يريد ان يعترف بان هناك سرطان للتشيع في الجزائر. يا اخ صابر، الحقيقه ان النظام، الجماعات السنيه التي تدافع عن السنه وتحارب التشيع يصفهم النظام الجزائري بالتطرف. نعم. هذه حقيقه يعني. طب ما احنا عندنا بنحاول محاولات شعبيه طبقا للقانون. يعني انت لازم يعني تروح تشتبك معاه او كده يعني مثلا احنا عملنا شكاوى عشان ما يفتحوش مسجد الحسين في عماره زي ما بيقولوا عندنا في مصر الصوفيه دول، وطلعت وزاره الاوقاف بيان وقفلت المسجد يومين، وبالتالي ما فيش حد شيعي راح قال لك انا واقع. انا نقدر لك انا واقع يا اخ صابر. لا احنا عندنا في مصر تهمه ازدراء الاديان بصراحه، يعني اي حد بيقول الرموز من شنت في تبسه في الشرق الجزائري في وهران، وراه يعني امر جلل والله المستعان. يعني الظاهره راهي ما رايحه في تمدد، يعني ما ننكرهاش. يعني احنا صح السنه والجماعه رانا 99% من الشعب الجزائري سني. نعم. ولكن خطره قائم بالفعل، وبالتالي لازم خلينا الشعب الجزائري راهو قاعد يقوم في الواجب، ولكن السلطات راهي متخاذله. الدولة كدولة، سلطة الدولة الرسمية راهي متخاذلة. خلاص احنا بندبح الدولة. في مأزق كبير. أتمنى من أصحاب القرار النهوض بالأمة إلى قدر المسؤولية، تثقيف الشعوب من أكاديميين ومشايخ وعلماء وأساتذة وسياسيين أيضا في توعية شعوبهم لدحر هذا المخطط، لكشف هذا المخطط، لردع هذا المخطط. مخطط حقيقة هو مثل ما تفضلت بالحلقة السابقة أنه لكي لا نكون أقليات. فالعرب في خطر، العرب في خطر. اللي هو أحمد هاجر، أحمد محمد عبد الله هاجر. أحمد محمد عبد الله هاجر في الأصل كان نصراني وأسلم على يد الشيخ عبد الصبور شاهين. الشيخ عبد الصبور شاهين زوجه من مدام، المدام دي شغالة مدرسة، وأنجبوا إسلام وتشيع. الأستاذ أحمد هاجر لما سافر على السعودية وعمل في السعودية، ولما رجع متشيع، تشيعت زوجته وأبنائه اللي هو ولد وبنت ما زالوا شيعا. طبعا الأموال، لو حبينا نبحث هنبحث عن الأموال. الظروف الاقتصادية صعبة، وأحمد هاجر سافر عند الناس دي ورجع متشيع. ما علينا. خسارة الشيخ عبد الصبور شاهين الله يرحمه، لو كان يعرف ما كانش خلاك أسلمت من الأصل. نشاهد مقطعا عن وصال هوسة ثم نعود بإذن الله تعالى. قناة وصال هوسة الفضائية، الحقيقة لا تكسر. تستهدف قناة وصال هوسة الفضائية أكثر من 200 مليون نسمة من المسلمين الناطقين بلغة الهوسة في غرب إفريقيا. ومنذ قيام الثورة الخمينية بدأت إيران تمد يدها الخبيثة إلى غرب إفريقيا لتنشر المذهب الرافضي في هذه المنطقة.
وبدعم إيراني لا محدود وصل التمدد الشيعي إلى كثير من المدن والقرى في غرب إفريقيا حاملا لواء الشرك والبدع والشبهات ومستخدمين كل الوسائل من دعاة وقنوات وإذاعات بمختلف اللغات واللهجات. وسياسة طبعا سياسة تشييع الجزائر، وهكذا هم يعملون حقيقة في كثير من المناطق بالمدن، ولكن في الجزائر وضحوا أكثر من غيره أو من غير مكان. طبعا في المغرب العربي أيضا نفس العملية، أسسوا مدرسة وكان لا يدخل فيها إلا من يتشيع، وهكذا وأغلقت ولله الحمد. وكذلك هم في الخليج، وكذلك هم في بعض المناطق الأخرى العربية خاصة. طيب، أساليب التغلغل الرافضي في بلاد المسلمين. الاشتراك في معارض الكتاب حول العالم. الاشتراك في معارض الكتاب حول العالم. أي معرض كتاب حول العالم لازم أن يكون لهم مشاركة بالدور بتاعتهم وتوزيع الكتب. القنوات الفضائية الرافضية، عندك 34 قناة عن النايل سات فقط، النايل سات وعرب سات قنوات رافضية، المنار والعالم والأنوار والفرات والزهراء والمعارف وقناة الحسين وقناة الأطفال طه وهادي، وأكثر من ذلك عندهم قنوات ناطقة باللغات العالمية والمحلية، إنجليزي فرنساوي، عندهم اللغات المحلية الفارسية الأردية، واخد بالك، اللغات المحلية في اليابان في الهند وما إلى ذلك. 34 قناة وشغالين في زيادة، رغم ان خلي بالك يعني غلق هذه القنوات في ايد مين؟ ايد مصر، لان هي صاحبة صاحبة القمر. الاعلام الموالي والمناصر له زي جريدة الشعب والدستور والغد في مصر. يعني جريدة الغد لما عملت في رمضان من حوالي 10 سنين، لما عملت أشهر أو أسوأ 10 شخصيات إسلامية، وجابوا منهم 9 صحابة. بتاعت أيمن نور، كانت أيمن نور. أصلا حزب الغد أصلا فيه شيعة، واحد من أعضاء الهيئة العليا بتاعت حزب الغد شيعة. الإعلاميين اليساريين والليبراليين عندك الناصرين كلهم بيحبوا يدافعوا عن الشيعة، وهنقول ليه بقى. الحاق صحفيين كمراسلين للقنوات والصحف في مصر. بدأ ظهور حسينيات ومتشيعين في أماكن عديدة بالبلاد. فاكرين لما كنا عاملين حملة لا للمد الشيعي في مصر، وبدأ ناس في أسيوط وناس في أسوان وناس في قنا واخد بالك وناس في الشرقية والبحيرة وكل الحاجات دي، بدأ ناس يتشيعوا وبدأ ناس يعملوا حسينيات. من أساليبهم طباعة الكتب وإنشاء المكتبات والمطابع. لو أنت رحت كده في الأربعين هتلاقي كتب النفيس بتتباع على الأرصفة. دار الهدف التي أسسها الوردان ومكتبة الزهراء بحي عابدين. مراكز البحث، مركز يافا الذي يشرف عليه الناصري سيد أحمد. الصحف والمجلات مثل صحيفة الفجر والطعن في أبي هريرة، صحيفة الغد أسوأ الشخصيات في الإسلام، الدستور، الطعن في البخاري، وحلقات إبراهيم عيسى بعنوان الطريق إلى كربلاء على قناة دريم، ولبس فيها ملابس الشيعة السوداء. الشخصيات المتشيعة مثل الدريني والنفيس والعقالي وغيرهم. أهلا وسهلا، ولكن من فضلكم لا تروجوا هذا المذهب بيننا، لا احتفظوا به لكم، ونحن أيضا لا نروج مذهبنا، ونلتقي أنا وأنت تحت خيمة الإسلام. وهذا هو ما أرجوه وما أرجو أن يتسع له صدر إخواننا العلماء الكبار من الشيعة الإمامية. يعني يقذفون الشبه في قلوب إخواننا وأخواتنا، فسرعان ما يستجيبون مع الأسف. ولذلك نرى أن إخواننا في المهجر على كثرتهم أنهم تركوا تسننهم وتشيعوا عياذا بالله،
ويعلنونها صراحة ويجعلون شرط شهادتهم البراءة من خيار صحابة رسول الله أبي بكر وعمر وعثمان. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن المسلمين السنة لا سيما السلفيين في هذا المكان انشغلوا بالأحزاب والانتخابات وشغل الشباب معهم في هذه القصة وتركوا الدعوة، ولو مارسوا الدعوة يمارسون الدعوة من أجل تنشيط الحزب. الدعوة صارت مرتبطة بالحزب مش مرتبطة بالدين، ويوهمون الناس إن كله من أجل تطبيق الشريعة. أظن كلمة الشريعة دي أصبحت كلمة سمجة جدا هذه الأيام. ما الذي حدث الآن تغيرت الأحوال تغيرا كبيرا، وصار الشيعة يعلون أنفسهم وصاروا مسؤولين وصاروا يطالبون بحقوقهم، وصاروا الآن يطالبون لا أقول بمزاحمة أهل السنة ولكن يطالبون بإقصاء أهل السنة. الآن بعد ماذا؟ بعد حوالي 20 سنة بعدما كانوا قلة. مشاريعهم لاحتلال المنطقة ومشاريعهم للحزام الشيعي والهلال الشيعي يعني. طيب هنشوف أقوال الدكتور القرضاوي اللي ذكرها أستاذنا الأستاذ محمد شعت فيديو. أجمع بين السنة والشيعة وكل حلنا يعني نختلف بعضنا من بعض، ولكن أقول بعد هذا العمر الطويل لم أجد أي فائدة من العمل للتقريب بين السنة والشيعة إلا تضييع السنة وتكسيب الشيعة. أهل السنة لا يكسبون من وراء هذا، ولكن هم الآخرون الذين يكسبون ويربحون من ورائنا. ولا صاروا الشيخ شلتوت شيخنا الله يرحمه يعني قال نفتح الأزهر للشيعة ونعمل الشيعة، ما عندنا مانع المسلم يعني يتعلم.
نكمل جانب من الخطاب الإعلامي أو من المحتوى الإعلامي الشيعي. تفضل. بتعتمد أيضا وسائل الإعلام الشيعية على إظهار شخصيات بيزعموا أنهم كانوا سنة ثم تشيعوا، أو ثم تسليط الضوء على مثل هذه الحالات، يأتون بشخصيات هذا كان سنيا وكأن الله مستبصر. نعم مستبصر يعني. نعم استبصر وعاد إلى الحق يعني. طبعا بتسعى من خلال هذه الاستراتيجية من هذه النقطة تحديدا إلى يعني زعزعة العقائد السنية لدى البعض، أو تفكير في التشيع أو الذهاب إليه. طب لماذا هذا الشخص تحول من السنة واستبصر أو تشيع أو كذا أو كذا. ده من ضمن الأشياء اللي بيعتمد عليها الإعلام الشيعي. الأمر يعني لابد أن يؤخذ على محمل الجد من الحكومات العربية قبل أي شيء، قبل أي قنوات نتحدث عنها. لابد مجابهة الإعلام الشيعي بالإعلام السني أو بالإعلام العربي. طالب مشايخ الأزهر وعلماء الأزهر الأجلاء بالرد على الشبهات التي تثيرها القنوات الشيعية باستمرار، محاولة اختراق العقول السنية واختراق البيوت السنية يعني التشيع بعد الثورة تضاعف مئات المرات. التقديرات تقول أن هناك 25,000 شيعي في تونس، 100 جمعية شيعية الآن، 3 أحزاب، جريدة رسمية ناطقة. نعم. أليس هذا دلوقتي بالأيام العادية يقول لك إيه يعني الشعب ما تأثرش؟ إلا لك الكلام ده بس ما تأثرش. أحمد راسم النفيس ده، أحمد راسم النفيس اللي هو كبير الشيعة المصريين، رئيس قسم الصدر في كلية طب المنصورة، دخل معنا السجن في سنة 1980 وكان من أوائل الدفعة بتاعته، ال5 الأوائل أو ال6 الأوائل، وتعين ودخل السجن وكان في الزنزانة اللي قدامي، وكان إمام مسجد يصلي وراه الآلاف وملتحي، وكان قيادة من قيادات الشباب في المنصورة. دخل في الزنزانة قدامتي، قدامي قاعد معاه الواد الدكتور نظمي بتاع غزة، كان من مجموعة فتح الشقاقي اللي هو صاحب كتاب الخميني الحل الإسلام البديع. قعد معهم 5 شهور، طلع شيعي، ليه وقت أكتر من 25 كتاب في تكفير الصحابة. دخلت كتبت عنه، فرفع عليه قضية قبل قيام الثورة بسنتين. قعدنا أنا هو سنتين، هو بيشتكى فيا وأنا بجمع كتب ووديها للمفتي والشيخ الأزهر ولجنة الفتوى في الأزهر، وفي النهاية قالوا ده كافر وطلقوا. بناء على ذلك إيه؟ القاضي طلعني براءة، لأن أنا قلت له سواء خدت براءة ما خدتش براءة، لو خدت براءة خلاص، ما خدتش براءة وهخش فيك السجن قسما بالله العلي العظيم هجيب حبل ليف من بلدنا واجيب أملة عربية نقل من درب الديابة عندنا واخليهم هنا ايه يسووك على الجنبين، اربطك في كابولي وانزل في عز. طالما سجن يبقى ايه حاجة بقى تستاهل بقى يعني. ده بيكتب في مجلة أسبوعية ضمن وزارة الثقافة اسمها جريدة القاهرة. إذا المستوى الديني موجود حتى في الدول العربية، مثلا في الجزائر. أعطيكم على سبيل المثال في الجزائر أهم من يقوم الآن بوجه المشروع، هذا المشروع التمدد الشيعي، هم الشباب الملتزم والشباب المتدين. حتى كثير من الناس يكتبوا في الصحف أن السلفيين هم الذين يواجهون الآن من خلال المطويات، خلال نشر الكتب، لكن على المستويات الأخرى ما موجودة أصلا. وإنما يظهر لك ماذا؟ يظهر لك أنه معك على المنهج حتى يستميلك عنده، وحتى تتقوى الأصول والأواصر بينك وبينه، حين ذاك
يجتد لك أصول السنة من جذورها ويلبسك لباسها الرفض فتصير رافضيا شيعيا كما حصل لبعض شبابنا وللأسف الشديد. شبابنا الذين ابتلوا بالنقاشات والمحاورات عبر الشبكة العنكبوتية وليس عندهم علم يحصلهم، فتأتيهم الشبه فما يستطيعون ردها، فتسكن هذه الشبه في قلوبهم فيتعثرون بها أعظم تعثر، حين ذاك ما يستطيعون الخروج من هذه الشبهة، فكانت بالأمس القريب شبهة فصارت الآن حقيقة ومعتقد عندهم للأسف. ولذلك طالما قلنا لشبابنا وقلنا لإخواننا إياكم والشبه، إياكم والدخول في محاورات ونقاشات ومناظرات وأنتم لستم أهلا لذلك. ما الذي دفعك لأن تناقش أو تناظر أو تجادل هؤلاء؟ ليس عندك علم بشبههم وليس عندك علم بخدعهم، فكن على يقين أنك ستخسر الجولة من أول وهلة كما حدث لشبابنا وللأسف الشديد. ولو أن شبابنا أنصتوا لنصائح علمائهم ومشايخهم لما وقعوا فيما وقعوا فيه الآن. يكلمني أحد الإخوة في صباح هذا اليوم والله قبل خطبة الجمعة عن بعض الأحياء في هذه المدينة أن بعض الشباب قد تشيع. شعوب المنطقة إن لم نقل إلى قارات أخرى كأفريقيا مثلا، نيجيريا مثلا على سبيل المثال، فالآن هم يتشعبون بالدعوة وسخروا كل شيء لأجل هذا الأمر. وإلا نيجيريا ما أبعدها من بلد بقارة أخرى وقد وصل إليها الفرس وهكذا. وقد طبعا لا شك أنه دعوتهم وصلت إلى أمريكا ودعوتهم وصلت إلى الدول الغربية وهكذا. العجيب أن العالم كله يتحرك والكل يخطط والكل يقوم على دراسة الوضع وإعضاد الخطط والخطي والمضي لتنفيذ هذه الخطط إلا الاتجاه السلفي، فهم متنازعون متشاكسون متدابرون، ويا ليتهم مختلفون من أجل الحق، ولكنهم مختلفون لأنهم ابتعدوا عن الحق ظنا أنهم ينصرون الحق. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أما ما الذي حدث في بلدنا أو يهمشون أتم التهميش في زماننا هذا بعد أن أصبحت للشيعة دولة قوية، أصبحوا ينشرون هذا المذهب ويتوسعون فيه في مناطق شاسعة لم يكونوا فيها من قبل، خاصة في إفريقيا السوداء، ويذهبون إلى المناطق المعتمة في العالم الإسلامي حيث يشتكي أولئك يعني أصحاب تلك المناطق من الجهل ومن التهميش ومن الفقر، فيستغلون ذلك كله في نشر عقيدتهم ومنهجهم بين أولئك القوم. قد رأينا كيف يستغلون ضعف وفقر الأفارقة وكيف يستغلون نزعة آل البيت عند كثير من الأشراف في اليمن وفي ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من البلدان، وكيف يستغلون حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب الإسلامي. كل هذا يستغلونه لنشر فكرتهم ومذهبهم ويدخل. نشاهد مقطعا عن وصال هوسة ثم نعود بإذن الله تعالى. قناة وصال هوسة الفضائية، الحقيقة لا تكسر. تستهدف قناة وصال هوسة الفضائية أكثر من 200 مليون نسمة من المسلمين الناطقين بلغة الهوسة في غرب إفريقيا.
ومنذ قيام الثورة الخمينية بدأت إيران تمد يدها الخبيثة إلى غرب إفريقيا لتنشر المذهب الرافضي في هذه المنطقة. وبدعم إيراني لا محدود وصل التمدد الشيعي إلى كثير من المدن والقرى في غرب إفريقيا حاملا لواء الشرك والبدع والشبهات ومستخدمين كل الوسائل من دعاة وقنوات وإذاعات بمختلف اللغات واللهجات. في سنة 2000 تقريبا أبعدت في فترة الإبعاد لما أبعدوا اليهود بعض المقاومين الفلسطينيين إلى منطقة تسمى مرج ظهور بين فلسطين وبين اليهود وبين فلسطين. هناك كان تقريبا شيعوا كثيرا من هؤلاء، حيث تم تواصل مع حزب الله هناك، وكانت تعقد لهم جلسات دراسة وجلسات تشييع وتوزيع كتب، وأوقعوا كثير منهم في موضوع التشيع. إذن نريد أن نسلط الضوء في هذه الحلقة ونقول كلمة حق بإذن الله تبارك وتعالى عن موضوع ظهر للعيان خاصة بعد الثورة، ونقصد هنا بالتحديد تونس، لأن الكلام سيكون عن تونس كما بدأناه في الأسبوع المنصرم. لذلك سنتحدث عن مشكلة كبيرة وعن خطر داهم وعن تمدد واضح للتشيع في تونس. لذلك أقول لقد دق ناقوس الخطر، وهو التمدد الشيعي الصفوي على العالم الإسلامي بصفة عامة وعلى تونس بصفة خاصة. إذن هل هو حقيقة أم هو خيال؟ بل هو واقع وليس بمؤامرة. شيخنا الفاضل، حبذا لو تعطينا لمحة عن حملات التشيع في أوروبا وآسيا وأفريقيا الوسطى والدول العربية. والله لا شك أنه هي حملة شرسة، ليس فقط تشيع أو دعوة إلى التشيع، بل هي حملة أنا أشوفها شرسة على الأمة وعلى المسلمين قاطبة. فلو أخذنا نموذج طاجكستان مثلا على سبيل المثال، دولة سنية شبه بحت، لا نقول الآن لأنه بدأوا بالتشيع، فدخلوا إلى حتى جامعاتهم، حتى إلى علومهم الإسلامية، بدأوا يهدموا من الأساس، هدموا معظم الجامعات الإسلامية المدعومة من بلدان إسلامية. لا أود أنه أذكر هذه الدول الداعمة لهذه الجامعات، بل أنه جعلوها شيعية بحت، ويدخلوا ويتوغلوا الآن ليس ببطء فقط بل أبطأ من البطء كدبيب النمل حقيقة. وهذا سلبيته حقيقة جدا مؤذية على الأمة. فلا نتفاجأ وقد نتفاجأ ونصحى على واقع لا تتحمله الأمة. نعم، لا تتحمله الأمة، واقع مر. لا احنا دبشنا البرامج اللي عندنا ولو يعني تنفق أموال كثيرة على المسلسلات وعلى الأفلام وعلى كل ما يفسد أخلاق الشباب وما يدمر الأسر وما يذهب ببهجة الحياة، وأولئك يجتهدون في نشر مذاهبهم. احنا فينا هي يعني القنوات التي تنشر عقيدة المسلمين وتحذر من بدعة هؤلاء. لو ننشر الفضاء الآن
الذي يعج بالقنوات. كم نجد من قناة إسلامية تنبه وتبين خطر هؤلاء؟ لا نجد إلا قنوات معدودة على أصابع اليد الواحدة، على أصابع اليد الواحدة، قناة كذا وقناة كذا، مع ما تعانيه من شح في الدعم، وأنها قنوات مستقلة تقوم على دعم المحسنين. ما فيش على مثل المحسنين ماشي، لأن احنا الأثرياء ديال العرب إنما يستثمرون أموالهم في قنوات الرقص وقنوات الغناء وقنوات الخلاعة والتمثيل والسينما. هنا يستثمر أغنياء المسلمين أموالهم، لكن الشيعة لهم قنوات كثيرة في جميع الأقمار، وحتى القمر المصري الآن اللي هو قمر نايلسات واللي هو عنده انتشار في بلاد المسلمين، يحتل الشيعة يعني في هذا القمر الرقم القياسي. إذا قلنا نقارنوا يعني القنوات ديال الشيعة والقنوات اللي محسوبة بأنها قنوات إسلامية غير جدلا يسموها قنوات إسلامية اللي مهتمة بالدين، مع ما فيه من الخلط ومن تصوف ومن كذا، شحال غادي نقارنوا لها مجال المقارنة؟ قنوات كثيرة من قنوات الشيعة وتبث بجميع اللغات، كاين اللي بالعربية، كاين اللي بالفارسية، كاين اللي باللهجات، والأمر يأتي من بعد. وكنت يعني ذكرت دراسة في مجلس وفي ندوة يوم دراسي سابق حول الإعلام، وأنهم يعني يسخرون أموالا طائلة، وهذا المجال الإعلامي يشرف عليه المرشد العام شخصيا. هادشي ماشي مو كل بعض المؤسسات اللي هي المنزلة ديالها نازلة، لا، المرشد العام هادشي تحت تصرفه، هو الذي يولي وهو الذي يعزل، باش تكون عندهم ديك المصداقية وباش يكون عندهم ذاك التتبع وديك المراقبة، فإنهم يشرفون عليه إشرافا يعني فعليا. ومن الأسباب التي تؤدي إلى انتشار التشيع أن هذا المذهب وهذا الدين تحتضنه دولة بكاملها. هذا دابا اللي بغى يتكلم على الشيعة وغير ضلالات الشيعة ماذا يمثل في بلده؟ ليست هي إلا أصوات فردية لأناس غيورين من علماء ومن طلبة علم ومن مشايخ، ومع ذلك لا يستطيعون أن ينشروا ذلك إلا في أوساط قليل. لو بغينا نتكلموا احنا في واحد الندوة تجمع فيها واحد 100 ديال الناس ولا 200 ولا كذا، باش هي بحال القنوات، بحال القنوات التي تمولها دولة تبنت هذا المذهب وتبنت هذا الدين وتحارب من أجله وتبشر به وتحمل الناس عليه. أروني دولة واحدة تتبنى الدفاع عن السنة وتتبنى منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه صافيا نقيا من كل الشوائب التي دخلت في الإسلام وشوهت جماله وشوهت معالمه حتى لا يكاد يعرف منه شيء. فين هي هذه الدولة؟ لا 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 توجد، وإنما هي جهود فردية. فلذلك حينما ننظر إلى مأساتنا نجدها والله عميقة، والله إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع حينما نرى أننا عاجزون عن بيان هذه الحقائق وإيصالها للناس. يعني هذه الأمور موجودة، ولكن من يوصلها إلى الناس؟ شكون هو قاعد اللي كيتصنت لهذه القنوات؟ الناس مشغولون، الشباب تائه في الشهوات وفي الشبهات وفي الملذات والهمك في أمر الدنيا، لكن أولئك يبنون الأمر على عقيدة، يحاربون أهل السنة بعقيدة، ولذلك يبذلون جميعا في موسعهم. واش هذه القنوات ديال الشيعة كتشوفوا فيها المحرمات الظاهرة ديال الشهوات؟ عمركم سمعتوا فيها الغناء وسمعتوا فيها هذه الأمور المحرمة؟ لا، هي قنوات دينية صرفة تسوق لهذا المذهب بطرق مؤثرة، لا من ناحية التقنية. حنا إذا لقيتي شي قناة ديال السنة كتلقاها ضعيفة حتى من ناحية الإخراج ولا من ناحية الصوت ولا من ناحية الصورة، حتى أنهم لا يمتلكون حتى هذه الكاميرات اللي هي يعني ديال الجودة والدقة العالية. كاين شي كتلقى داكشي ضعيف جدا، لكن أولئك عندهم قنوات وعندهم معدات وعندهم يعني مثلا يعني أطقم يعني كبيرة جدا مؤهلة ومهيئة، وعندهم تدريب إعلامي. إذا إحنا من الطرق التي ينبغي أن يصد بها هذا الهجوم الكبير
هو أن نهيئ ناسا يعني عندهم عقيدة صحيحة ويفهمون هذه الأمور كي يصدوا هذه الهجمة الشرسة وهذا الخطر الداهي الذي يوشك أن يحل بديارنا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا المقصود عندي من هذه الأمور أن نعلم أن هؤلاء يسخرون ما في وسعهم من الإعلام المضلل الذي يكتسبون به عقول وقلوب المسلمين. نتابع مشاهدينا الكرام تفاصيل في هذا التقرير ثم نواصل. الدول المغاربية تواجه موجة من انتشار التشيع مهددة بنشر الفتنة الطائفية وتهديد الانسجام المذهبي السني المالكي الذي طبع المجتمعات المغاربية لقرون عديدة. يقف وراء هذا الاختراق دول عربية وإسلامية بأجندات طائفية غير خافية. في الجزائر وجه وزير الشؤون الدينية محمد عيسى تحذيرات لكامل البعثات الدبلوماسية بالجزائر بضرورة احترام السيادة والمرجعية الدينية الوطنية الجزائرية. وقال الوزير بأن تواجد مثل تلك الأفكار الشاذة لا يقلق، وإن الدولة الجزائرية على أهبة الاستعداد وعلى دراية بتلك الخلايا وهويتها، وستتعامل معها عندما يحين الوقت. إلا أن مراقبين يتساءلون متى يحين هذا الوقت؟ هل عندما يقع فأس الفتنة المذهبية على رأس المجتمع الجزائري ويتسع الخرق على الراقع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية خالصة طيبة يا شيخنا. الله يحييكم ويحيي أهل الجزائر، بارك الله بكم. وتحية لأخينا المقدم حسن الأخ عبد الله. الله يحييكم. والله الجزائر يا والله شيخنا الجزائر صارت شيعية. أنا من اليوم تلفونات كلها من الجزائر والآن من أمس. وهي كذلك صارت شيعية. كانت شيعية وعادت من جديد. ما شاء الله ما شاء الله. الآن انظر إلى نيجيريا، الأفارقة في نيجيريا. أنا بودي نرى هذا المقطع الذي يدل دلالة حتى أنها وصلت إلى نيجيريا، وصلت إلى جنوب أفريقيا. هذه المشكلة لابد أن يعني يسعى جميع من يخاف على الأمة الإسلامية أن يسعى بالمثل مثل ما تفعل إيران، بل أكثر من ذلك. هي تخطط لسنوات قادمة. خلينا نشوف هذا المقطع.
والله ما بقى إلا احنا نسوي معاهم لطميات. صحيح. أنا عارف مناطق بعينها زرتها وأعرفها في إيران، هي مناطق أصلا لم تتشيع أو لم يتشيع أهلها إلا قبل 60 70 80 سنة. قبل ذلك كانوا سنة. لله وعزته نبدأ جهادنا الإلكتروني، وذلك لمقاومة المؤامرات الجارية في نيجيريا لتشجيع المسلمين. أما الآن فهناك مشروع مكشف إيراني توسعي إمبراطوري لنشر الشيعة في غرب أفريقيا انطلاقا من دولة نيجيريا. نحن نقول للعالم أن هناك التمويل الكبير لمشروع التنسيق. وحسب معطيات استقتها البيان من مصادر عليمة ونقلها عنها مركز الأئمة، فإن شيعة طنجة يؤدون طقوسهم بشكل عادي في بيوت مخصصة لذلك بالمدينة. وفي العام الماضي تقدم مجموعة منهم للسلطات المحلية بطلب ترخيص قانوني لتأسيس جمعية ثقافية. وفي هذا العام وبمناسبة ذكرى عاشوراء استدعى شيعة طنجة رجال دين شيعة إيرانيين للمشاركة في الحسينية التي ينظمونها، وذلك تخليدا لذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه بدعم مادي من إيرانيين يقطنون بالمغرب وميسورون مغاربة يعتنقون المذهب الشيعي. أنت تتعرض لهذه الشبه ليل نهار. أنت ممكن تفتح مقال في جريدة أو تسمع يعني بعض البرامج أو غير ذلك، فتجد طعونات متوالية وطعنات متوالية في الصحابة، فبتحتاج أن أنت ترد على هذه الطعنات أولا، ويكون عندك تحصين ضد هذه الطعنات، لأن بعض الناس فعلا بيستجيب لهذا الكلام ويضعف أمام هذه الشبهات التي تذكر أمامه. ولذلك يعني مما يعني يخاف الإنسان في بعض مثلا القرى القريبة من طنطا، ذكر يعني لي ان بعض الناس كان يعني سلفي، رجل يعني ملتحي وزوجته منتقبة والعياذ بالله تشيع. مش الامر مش هنقول يعني، فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. في منطقة الجنوب القوة. والآن قنصلية إيرانية، القنصلية الإيرانية الموجودة في لاغوس التي تعتبر عاصمة تجارية لنيجيريا. هذه القنصلية تمول مشروع تأسيس القاعدة الشيعية للتشييع المسلم جنوب نيجيريا. هذه القنصلية تتحرك في الجامعات في جنوب نيجيريا، وكما تقوم السفارة الإيرانية بالتمويل نشاطات إبراهيم زكزاكي في شمال نيجيريا لتشييع المسلمين. فنحن نعتبر الحركتين، حركة الشيعة وحركة التنصير. ولكن من الذي ما السر في شيوع هذا التشيع الآن؟ على فكرة التشيع الآن في الجزائر وفي تونس ووصل ليبيا، ولكن أكبر دولة فيها تشيع الآن هي المغرب. يعني أكبر دولة في منطقة المغرب الإسلامي أقصد فيها تشيع ومراكز وحسينيات، بل بها بعض اللي هي واخدين رخص، هذه الرخص قديمة من 2003 و2004 وفي 2007. إذا لم يقف علماء المغرب وشيوخ المغرب، أنا لا أمل في الحكومات يا جماعة، لا أمل في هؤلاء مثل مرض السرطان لا حل له إلا البتر. أنا بنتكلم للعلماء، للفضلاء، لأهل الخير، للدعاء، لطلبة العلم، لا تيأسوا، لا بد من الوقوف بشدة وتوعية الشباب وتوعية الناس عن خطر التشيع يا جماعة. خطر خطير، هذا سرطان بيسري في جسد الأمة يمزقها. فلذلك لا بد على طلبة العلم أن تتصد. أنت عندك في المغرب الآن هذا واجب عليك. أنت في المغرب شيوع هذا السرطان انتشر، لابد تعمل حماية تحمي بها الأجيال، لكن لا تعلمه الشبهة لشباب، لعلماء، لشيوخ، لطلبة علم متخصصين فقط. فلذلك هناك نار تسري الآن تكاد تحرق أهل السنة في المغرب، فلا بد من الإفاقة ولا تتهاون. يقول لك ماذا عددهم يعني؟ هذا عدد كبير،
يعني عدد 20,000 في بلجيكا لوحده، فما بالك هناك إحصائية غير معلومة حتى الآن في المغرب، لكن واضح أنهم وبعدين يستخدمون التقية والصوفية بوابة وجسر الشيعة الروافض هم الصوفية، وهم الحركات التيجانية وغيرها والأحمدية والرفاعية وكل هذه الحركات المنتشرة. لأن المغرب الإسلامي من الدول اللي يعني تكاد تكون الصوفية طاغية على كل شيء، والصوفية مرعية ومحمية ووصاية غربية أمريكية فرنسية من حكومات الردة يحمونهم ويمولونهم، يعني أثرياء جدا. فالصوفية هي البوابة للتشيع، ولذلك لابد من حماية أهل السنة من هذا الخطر العظيم في موضوع وجود هذا المرض العضال المنتشر الآن. يجب حماية شبابنا وحماية أطفالنا من هذا السرطان الخطير وهو سرطان الروافض. نسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا ويتغمدنا برحمته. البلد هذا كما تعلمون أنه مفتوح، وبعد الثورة الناس خذت ما شاء الله مساحات كبيرة من الحرية وكشفت الكثير من الأسرار. فمن الأشياء التي اكتشفناها بعد الثورة هي وجود تغلغل والمذهب الشيعي في تونس، ومسيطر على عديد المناطق وعنده نفوذ في الكثير من المؤسسات، وعنده مكتبات يبيعوا في القلب معروفة، مكتبة الزهراء شارع المحطة في باب جديد وفي كذا، معروفة المكتبة بتاعها ويخدموا كل أريحية. المفضل بن عمر سمع الإمام الصادق يقول: لترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. يعني قبل خروجه ترفع 12 راية، كل واحد يقول أنا المهدي، أنا صاحبكم، أنا الذي بشر بي رسول الله. لترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. فلما سمع المفضل هذا الكلام بكى، فقال له الصادق عليه السلام: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: قلت الذي قلت، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أين، فكيف نصنع؟ يعني سيلتبس علينا الأمر، سنتحير، كيف نصنع؟ قال: فنظر إلى الشمس وهي داخلة في الصفة فقال: يا أبا عبد الله، أترى هذه الشمس؟ قلت: نعم. قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. محمد. ليس هناك التباس، كما كان ظهور جده رسول الله صلى الله عليه وآله أمرا لا لبس فيه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. كذلك خروجه يكون أمرا واضحا لا لبس فيه حتى تقوم البينة على الناس، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه.